السلام عليكم، يا رب كلكم تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض وصفتين لغدا سهل وسريع واقتصادي وبسيط، نظرا طبعا لارتفاع الاسعار. تقدروا تختاروا بقى اي وجبه من الوجبتين او تعملوا الاتنين مع بعض. بجد طعمهم يا جماعه في منتهى الجمال. هنعمل مع بعض وصفة البطاطس المهروسة على طريقة المطاعم، سهلة وسريعة واقتصادية. وهنعمل كمان وصفة قرنبيط جديدة ومختلفة وهتعجبكم جدا. وده الزيتون المخلل اللي انا كنت مخللاه قبل كده معاكم. حبيت اوريكم قد ايه هو حلو جدا وبجد في منتهى الجمال، للي حابة تجربه ان شاء الله السنة الجاية. اول وصفة هنبتدي بيها وصفة البطاطس المهروسة. انا هنا سلقت بطاطس، قطعتها مكعبات وحطيتها في ميه مغليه، وسبتها بقى تستوي على نار متوسطه لحد لما بقت مهروسه يعني بقت طريه جدا. هبتدي بقى اهرسها، طبعا بننشلها بقى من الميه ونصفيها كويس قوي، وبعدين نبتدي نهرسها بقى بالهراسه. هتتهرس معاكي بمنتهى السهوله. هنبتدي بقى نبهرها بفلفل اسود وملح وكمون وكزبره خشنه. تمام. انا بكتفي بشويه البهار دول علشان ما تكترش كده البهار بتاعها ويتغير طعمها، وعشان خاطر اللون اللي بنشوفه بقى في المطاعم بيبقى مصفر شويه، بنحط شويه من الكركم ونقلب بقى كويس جدا زي الفل. وكمان حطيت شويه من الخل عشان بيدوني طعم كده حلو برضو للبطاطس المهروسه. تمام. وبعدين بنقلب بقى كويس قوي المكونات كده مع بعض، وتظبطي ملحها علشان تطلع معاكي مظبوطه. تمام جدا. وبعدين تاني خطوة بقى هنعمل التومة. بنجيب بقى توم ونفرمه كويس قوي، وبعدين بنجيب طاسة نحطها على نار، وبعدين نبتدي نحط مقدار كده من الزيت، يعني ما يعادل معلقتين كبار كده او 3، وبعدين نحمر فيهم التومية. مجرد التوم ياخد لون ذهبي فاتح، تمام، بلاش نغمق التوم عشان ما يديش مرارة معانا في البطاطس المهروسة. تمام زي الفل. بتفضلي بقى تقلبي كويس قوي في الثوم لحد لما ياخد اللون الذهبي الفاتح. تمام. وبعد كده بنبتدي بقى ناخد التومية ونحطها على البطاطس اللي احنا هرسناها وبهرناها وتبلناها. تمام. ونقلب بقى كويس قوي مع البطاطس كده لحد لما كل المكونات تندمج مع بعض. وكده الوصفة جهزت معايا. هنبتدي بقى نقدمها، نجيب طبق ونبتدي نحط بقى فيها البطاطس المهروسة بالشكل ده، وبعد كده نديها بقى شكل كده. انا الشكل ده هديه بالمعلقة، يعني بأبسط الأدوات، معلقة كده بميلها وابتدي ادي يعني خطوط كده بالشكل ده، بتديني بقى شكل حلو قوي للبطاطس. وبعد كده بزينها بشوية خضرة بقى، عندك بقدونس او كزبرة. انا كان عندي شوية كزبرة فرمتها كده ناعم، وبعدين بزين بيها الاطراف بالشكل ده. تقدري كمان وانتي بتعملي البطاطس المهروسة قبل ما تحطيها في الطبق وتقدميها، بتحطي عليها بقى من جواها كزبرة او بقدونس وتقلبي كويس، تبقى في قلب كده البطاطس المهروسة الكزبرة او اي خضرة انتي بتحبيها، بتدي برضو طعم حلو. بس انا حبيت ان انا اقدمها بالشكل ده، وده كده بيكون اول طبق معانا. يلا بينا نجهز تاني طبق، وهي وصفة القرنبيط الجديدة المختلفة، طعمها بجد حلو قوي. انا هنا جبت قرنبيط وسلقته في شويه بميه بملح وخليتهم يغلوا كويس قوي، وبعدين حطيت القرنبيط اتسلق كويس جدا. وبعدين جبت بقى القرنبيط وحطيته في مصفى تصفى تماما من الميه، وبعدين جبت بقى بوله وحطيت فيها القرنبيط وابتديت اهرسه برضو بالهراسه، وده كده بيكون شكله بتهرسيه جدا. تمام. وبعدين دلوقتي هنبتدي نبهره برضو، نبتدي بقى نحط له البهارات بتاعته والملح. هنا حطيت بقى ملح، وحطيت عندك بقى خضرة، حطي شبت، حطي بقدونس، حطي كزبرة، اي نوع خضرة عندك حطي كده من كل حاجة شوية. وحطيت برضو كمون، وحطيت كزبرة ناعمة، وحطيت شوية فلفل اسود. تمام. وبعدين قلبت بقى الكلام ده كده كويس قوي، وحطيت كمان بيضتين، وحطيت كوباية كده من الدقيق. تمام. وحطيت معلقتين كبار من النشا. وهنا النشا بيكون فايدته انه بيدي للقرنبيط قرمشه حلوه قوي من بره ومن جوه. تمام. وطبعا تظبيط الملح مهم قوي يا جماعه، تخلي بالكم عشان ما تحدقش منكم او تبقى دلعه وما بتبقاش لطيفه لما بتكون ملحها مش مظبوط. تمام. بعدين عملت بقى كده، بعد ما حطيت بقى كل المكونات هبتدي بقى اقلب كده الميكس ده كده مع بعضه كله كويس جدا.
تمام جدا. وده كده بيكون شكل الميكس بتاعنا بعد لما تقلب كويس قوي. هنبتدي بقى دلوقتي نجيب طاسة على النار ونبتدي نحط بقى شوية كده من الزيت. انا ما بملاش طبعا الطاسة زيت خالص في الوصفة دي، بحط يا دوب بتاع نص كوباية كده من الزيت. وبعدين ببتدي بالمعلقة، ابتدي اخد كده معلقة واحطها في الطاسة. طبعا لما تسخن كويس نبتدي بقى نخلي درجة الحرارة متوسطة، وبعدين نجيب معلقة بقى نحطها في الطاسة ونبتدي نفردها بظهر المعلقة. هتدي كده شكل القرص. تمام. ونسيبه بقى لحد لما يستوي، وبعدين نقلبه على الناحية التانية ياخد برضو اللون الذهبي. للأمانة برضو نسيت أقول لكم على مكون حطيته في خلطة القرنبيط. أنا حطيت نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، بتدي نفشة كده لقرص القرنبيط اللي احنا بنعملها، وبتدي كده هشاشة حلوة ليها، وبتبقى من ضمن الحاجات برضو الأساسية اللي لازم نحطها في وصفة القرنبيط. تمام. للأمانة حبيت أقول لكم عليها دلوقتي عشان نسيت أقول لكم عليها في المقادير واحنا بنقولها مع بعض. تمام. ده كده شكل القرنبيط بقى. نخليه بقى يستوي كويس قوي من الجنبين، وجنبينا بقى طبق او مصفى عليها مناديل مطبخ علشان طبعا تشرب الزيت، وبعدين بنطلعها بقى على طول بالشكل ده على مناديل المطبخ ونسيبها بقى تتصفى. وبعدين بنحط بقى الطاسة بقى اللي بعدها او القرص اللي بعدها. بجد جربوا يا جماعه الوصفه دي حلوه قوي للقرنبيط. يعني انتي لو ما بتحبيش القرنبيط ولا بتحبي طعمه، اعملي الوصفه دي، مش هتحسي خالص بطعم القرنبيط، وفي نفس الوقت هتستفادي من القيمه الغذائيه اللي فيه. يا رب وصفات النهارده تكون عجبتكم. اتمنى تجربوا وصفه البطاطس المهروسه دي على طريقه المطاعم، ووصفه القرنبيط القرص التحفه دي ان شاء الله تعجبكم جدا. اشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش الاشتراك في القناه واللايك والشير. مع السلامه.